من أحلى الحاجات في تربية الأرانب إنها مش مكلفة خالص، بالعكس أكلهم سهل ورخيص جدا مقارنة بأي حيوان أليف تاني. بس المشكلة إن في ناس بتفتكر إنهم ممكن ياكلوا أي حاجة، وده مش صح. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن إيه اللي لازم ياكلوه وإيه اللي ممنوع نهائيا. خلينا نبدأ بأهم حاجة في نظامهم الغذائي، الألياف. أكل الأرنب لازم يعتمد بشكل أساسي على الألياف، وده بيجي من التبن أو القش. بس طبعا صعب نوصل للقش في المدن، فالحل المثالي هو البرسيم المجفف. الأرنب هيستفيد منه جدا. شايفين كل الكمية دي ب2 جنيه بس، وبتكفي فترة طويلة. القش ده مهم جدا لجهازهم الهضمي وأسنانهم، ولازم يكون متوفر قدام الأرنب طول الوقت. وكمان ممكن نحط منه في اللتر بوكس بتاع الأرنب عشان يشجعوا انه يستخدمه. طيب والأكل اليومي؟ لازم يكون فيه خضار فريش، زي البقدونس، الكزبرة، الخيار، الخس، كلها حاجات سهلة ومتوفرة ورخيصة، والأرنب بيحبها ومفيدة ليه جدا. طيب الجزر؟ الجزر مش أكل يومي للأرانب، ده حاجة زي الحلويات بالنسبة لهم. نفس الكلام مع الفواكه زي التفاح والموز والفراولة، ممكن يتقدموا بكميات صغيرة كمكافأة، وده لأن فيهم سكر عالي. أما بالنسبة للعلف أو الحبوب دي فمش ضروري خالص لو الأرنب بياكل خضار وألياف كفاية، لكن ممكن يكون إضافة خفيفة لو متوفر بس بكميات صغيرة. وأهم حاجة لازم يكون عند الأرنب مياه نظيفة ومتجددة طول الوقت. وخلي بالك في حاجات ممنوع نهائيا تتقدم للأرنب، زي العيش، الرز، ومنتجات الألبان. أي حاجة مش طبيعية للأرانب ممكن تتسبب لهم في مشاكل كبيرة. زي ما شفتوا، أكل الأرانب سهل ورخيص جدا. يعني الأرانب مش بس كائنات جميلة، لكن كمان رعايتهم سهلة لو عرفنا احتياجاتهم. تابعوني عشان تعرفوا كل حاجة عن تربية الأرانب كحيوانات أليفة.